بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله هزلت لما الصراصير صار لهم حس وصار لهم صوت. الصراصير اللي في المجاري صار لهم وزن. حسبي الله ونعم الوكيل. فعلا في زمن يعني حسبي الله انقلبت الموازين لما القواد صار يتبجح أمام الناس ويقول أنا قواد. فضيلة الشيخ عثمان الخميس سئل سؤال عادي، قالوا له يعني أنت ايش رايك في الحريم اللي يطلعون صورهم في الانستغرام؟ فالرجال يعني فطرته لأنه رجال، فطرته لأنه عنده غيرة على النساء، فيقول لك يا أخي حرام أن الحريم يحطون صورهم في وسائل التواصل. هذا الكلام زعل مين؟ زعل قوادين، المخنثين، الخنازير اللي عايشين وسطنا، اللي يسمون أنفسهم رجاجيل. مو بهاي المشكلة أنه يزعلون، لا، المشكلة أن قاموا يتجرؤون ومسوين حملة ضد فضيلة الشيخ عثمان الخميس. أنت على أي أساس تحرم؟ من أنت حتى تحرم ظهور النساء؟ طبعا لأن هذول قوادين ويملكون شبكات دعارة، فيهمهم أن الحريم يطلعون وتنتشر صور الحريم وينتشر الفساد وتنتشر الفحشاء والمنكر، فمو بعجبهم كلام الرجل الغيور. فالرجل الغيور صار للأسف في هذا الزمن عملة نادرة وشيء غلط وشيء عجيب. الغيرة صارت عجيبة في هذا الزمن، لأن فعلا صار هذا الزمن زمن من القوادين والمعرصين والناس العاهرين والداعرين. فالآن في حملة ضد فضيلة الشيخ في التويتر. ليش أنت تحرم؟ عموما أنا بختار لكم بعض التضريطات ضد فضيلة الشيخ عثمان. هذا واحد ملحد يمني، وأهل اليمن بريئين منه، اسمه علي الضريطي. شي يقول علي الضريطي؟ عزيزي عثمان الخميس، صورتك هي العورة، واحتراما للذوق العام عليك لبس النقاب أنت وكل من يشبهك في التخلف. نعم، فضيلة الشيخ عثمان الخميس متخلف، وأنا أخوكم عبد العزيز الأنصاري أفتخر أني أنا متخلف. وأنا دائما أقول أن لو حد فتش وسوى فحص في دمي راح يحصل فيتامين تاء، فيتامين تخلف. فيا علي الضريطي، إذا أنت مو بعاجبك أن فضيلة الشيخ عثمان الخميس يحرم، أنت مش تقول أنك أنت ملحد، أنت مش تقول أنه ما في الله، يا طقعان مش تقول أنه ما في ديانة. أنت مالك؟ أنت ايش دخلك؟ أنت مالك خص إحنا نسائنا ونغار عليهم. أنت يا قواد مو بعاجبك، خلك مع أهلك، خلك مع طوايفك، خلك مع اللي أنت مسؤول عنهم، روح قود عليهم. أنت مالك خص في بنات المسلمين، مالك خص، ولا تتطاول يا نجس على فضيلة الشيخ عثمان الخميس. احنا مسلمين، واحنا نرى ان لا يجوز شرعا ان المرأة تطلع صورها حتى لو كانت محجبة. ولعلمكم هذا رأيي من زمان قبل عثمان الخميس. انا اقول لا يجوز للمرأة انها تطلع لا في التلفزيون ولا في وسائل التواصل ولا تطلع صورتها حتى لو كانت محجبة، حتى لو كانت محجبة وبدون مكياج. أنا أعلنها لكم وراح أتكلم في هذا الموضوع. ويا علي الضريطي تعال كلمني أنا، لا تكلم عثمان الخميس عشان أحط الجزمة في فمك، لأنك قواد معفن ولا تنفع معك إلا لغة القوادين. يا نجس، قال لك عثمان الخميس يلبس نقاب، قاتلك الله ما أنجسك. لما تتكلم مع علماء المسلمين تتكلم بأدب يا قرد، قاتلك الله يا حفيد القردة، لأنك أنت علماني نجس ملحد تؤمن بأن جدك قرد. احنا جدنا سيدنا آدم عليه السلام نبي. قاتلك الله. قال لك يا عثمان الخميس البس نقاب. انزين، هذا واحد ايضا تضريطه لواحد اسمه علي الضريطي. عفوا علي الضريطي خلصنا منه، هذا اسمه وليد الضريطي. شو يقول وليد الضريطي؟ لا للوصاية على الآخرين ماذا يلبسون وكيف يظهرون وبماذا يفكرون. يا قرد يا وليد الضريطي، تبي أنا أخلي بنتي تطلع عريانة؟ لا وصاية على الآخرين؟ أخلي بنتي تطلع بستيان؟ هذا اللي تبونه، هذا
اللي تبونه يا قرود يا انجاس يا خنازير. لا وصاية على الخريق قوش والله. خلاص نقول حق الله لا ما لك وصاية على الانسان، ونقول حق الرسول صلى الله عليه وسلم لا وصاية على، ونخلي نسانا يطلعون صلت ملط. هذا اللي تبيه رؤية 2030 يا قواد. قاتلكم الله يا قواويد. ما حصلتوا للشيخ عثمان الخميس تطاولون عليه؟ يقول لك والله من قال لك تطلع الفتوى؟ لا احنا نبي فساويكم، نبي فساويكم تضييطاتكم. وهذا واحد اسمه المسافر بن دد، المسافر بن قواد. المهم يا مسافر بن قواد تعدى حدوده، يتكلم على الشيخ عثمان الخميس. نتمنى من السلطات تحويله للتحقيق بسبب إثارة النعرات العرقية والطائفية والمذهبية والدينية. بل عثمان الخميس ايش سوى؟ المهم والتدخل في حرية الناس، وصل مرحلة التكفير، وهذا مؤشر خطير. انزين يا المسافر بن قواد. المهم يا مسافر بن قواد تعدى حدوده عشان قال يا اخي يا نساء لا تطلعون في التويتر، لا تطلعون صوركم في الانستغرام. تعدى حدوده، صار يثير يجب تحويله للسلطات. بل على القوادين وين نحولهم؟ انتم يا المخانيث وين نحولكم؟ عثمان الخميس نحوله للسلطات عشان يثير النعرات العرقية. الرجال غيور على نساء المسلمين، الرجال عنده غيرة، صرنا نحوله نيابة. وسبحان الله فعلا احنا في زمن اخواني الكرام القوادين نصفق لهم، والعاهرات نكرمهم، والمضاريط صاروا يتسيدون. وهذا عثمان الخميس نحوله للسلطات عشان قال يا نساء لا تطلعون في الانستغرام. قاتلكم الله يا منافقين يا المخانيث يا المخنثين. انت يا مسافر بن دوت قواد، اذا انت ترضى على امك تتعرى، اختك تتعرى، ترضى على بنتك تتعرى، كيفك يا حبيبي. احنا المسلمين الاشراف المتخلفين، انا متخلف لاني انا اغار على نساء المسلمين. اذا احنا تكلمنا هالكلام انت مالك خص، انت لا تتدخل. القرود والخنازير يمتنعون. احنا رقم واحد رجال مسلمين وبشر وعندنا غيرة، لا نرضى على بنات المسلمين. انت ترضى وتطلع تضريطات، انت حر. تدري يا مسافر دوت قواد، وانت يا علي الضريطي ويا وليد الضريطي، تدرون لو الامر بيدي والله لا امشيكم في الشارع مفاصيخ، وخلي الاطفال بالخيازرين يلشطون خلفياتكم العفنه يا قرده يا خنازير. تفي عليكم يا كلاب. شيخ عثمان الخميس قال رايه حريه. وين حريه؟ علي الضريطي مو بتنادون بالحريه. وين يا علي الضريطي؟ كل يوم تطقع وتقول والله حريه. الحين لما الشيخ عثمان حريه، انا عبد العزيز الانصاري انا اشوف شرعا واخلاقيا انا ضد ان النساء يطلعون حتى بالحجاب، حتى بدون مكياج. وبعدين عشان انا اعلمكم يا قواويد، طبعا ما راح انا اقول لكم والله مهما تكلمتوا ما حد فاهمكم قدي يا انجاس يا علمانيين. وانا خبرتي الطويله في المجال الاجتماعي، الرجل يشتهي النساء، وانتم اكبر قواويد واكبر رعين جلسات. انتم اللي تمثلون الشرف اكبر رعين جلسات وجلسات دعاره، وكلكم ماسكين عليكم سيديهات في عليكم يا كلاب. الرجل يشتهي المراه. انت اختي الكريمه اللي تسمعيني الان، طبعا للاسف الجوال البطاريه صارت ضعيفه، ولا طلع لكم بعض التضريطات الاخرى. هذه واحده اسمها اريج ضراطه، يقول لكم السعوديه دخلت عالم ثاني، واحنا يقولون لنا لا تحطون صوركم في الانستغرام وفي تويتر، لا، ومستغربين ليش تنزلون صوركم، ليش تعاندون يا عمي، روحوا لهوا عمركم بسالفه تسوى. السعوديه راحت عالم ثاني. شنو السعوديه اخترعت القنبله النوويه؟ فرحان ان السعوديه فيها ترفيه؟ فرحان ان السعوديه فيها حفلات وخلط بلط؟ هذا اللي تهبونه يا قواويد؟ انا قلت والله السعوديه راحت عالم ثاني، المخترعه يعني قنبله نوويه، اخترعوا علاج للسرطان، هذا والله بنفتخر.
فرحان ان السعوديه فيها ترفيه ودعاره ولعب؟ هذا اللي تبينه؟ راحوا عالم ثاني؟ اي عالم اللي انتم تنادون فيه؟ عالم المسخره والخرابيط واللعب والهز يا وز. والله اخواني الكرام، هذول دعاة على ابواب جهنم، والله دعاة على ابواب جهنم. انا لا اريد ان اطيل، انا اعطيكم اياها وخذوا هذا الكلام. الرجل يشتهي النساء. انت اختي الكريمه لما بتحطين صورتك، والله انا اقول لك كل الرجال بلا استثناء اذا شاف صوره امراه يمسكها يشوفها، واو عيونها خشمها، ويكبرها، اي والله حلوه وهكذا. وبعدين لعلمكم عالم السوشيال ميديا، عشان تفهمون بعض العلماء ليش يحرمون هذا الشيء. كم بنت دخلت السوشيال ميديا بالحجاب وبعدين فسخت الحجاب؟ كم بنت دخلت السوشيال ميديا بدون مكياج وبعدين حطت فل ميك اب؟ كم بنت فسخت الحجاب على الهواء؟ كم بنت اشتغلت مذيعة وكانت بدون مكياج، مع الوقت حطت مكياج؟ اجيب لكم صور. كم بنت تدريجيا هذه خطوات الشيطان. احنا اخواني الكرام ويا بنات اسمعيني يا بنتي العزيزة، انا لما اقول لك لا تطلعين، اول شيء نبي الناس لا تتكلم عنك بالقيل والقال. الشيء الثاني ما نبي الرجال ينظرون لك، حتى لو نظر لوجهك وراح يكبر صورتك وراح يوزع صورتك، شوفي والله حلوه وشوفي والله. حتى ياما طلعوا بنات وطلعوا مذيعات في التلفزيون وقاموا يتكلمون عنها الرجال، ومع الشهره انت حلوه وانت جميله تبدا تنفتن، تبدا تحط فل ميك اب، تبدا شوي تطلع شعر، أوب الى ان ترمي الحجاب. كم واحده طلعت ورمت الحجاب؟ استحلفكم بالله اعزائي المشاهدين. فهذه خطوات الشيطان. فالشيخ عثمان الخميس لما يقول لكم والله هذا حرام، لأنه لا يريد الفتنة لكم، لا يريد القيل والقال لكم، لا يريد تتبعون خطوات الشيطان. وكشماني، والله كشماني، يشوفون واحدة محجبة يغرونها بالفلوس، إلى أن تدريجيا إخواني الكرام وسائل التواصل ما هي إلا خطوات الشيطان، إلا هي خطوات الشيطان. فيا بنتي اختي العزيزه حذاري تطلعين صورتك، حتى لو كنتي انت، والله انا اقول لك حتى لو منقبه، لان النقاب راح يجر ويجر ويجر ويجر. وخطوات الشيطان فلوس ولعب وشهره واضاءه، وكل واحد يقول اويا الحلوه وفديت عيونك وفديت. انت حتى لو محجبه وما حاطه مكياج وحجابك الشرعي، فديتك وفديت عيونك، والله انك حلوه، خاطري تتزوجيني وخاطري ما ادري. والله هذا الكلام راح تدريجيا ياثر عليك يا بنت. خذي كلام اخوك عبد العزيز الانصاري الخبير الاجتماعي اللي من 28 سنه في الاعلام، من 28 سنه في الامور الاجتماعيه، وفاهم الرجال العدل. زين للناس حب الشهوات من النساء، زين للناس حب الشهوات من النساء. رقم واحد الرجل يشتهي النساء. لا تقولوا لي والله هذه في واحده، طبعا لكن للاسف البطاريه ضعيفه، واحده كاتبه طب وجزاها الله خير، كانت تغريدتها بكل ادب، طب يا اخي في الشارع. هذا يسمونه التقاء. غير لما انا اشوف صورتك 24 ساعه، غير لما انا اشوفك تتكلمين 24 ساعه وانت امامي، غير لما انا اعلق لك واتغزل فيك وانت راح تتاثرين بالغزل. فاتقوا الله يا ناس، اتقوا الله يا بنات، لا تلتفتوا للقواويد. القواد مثل الزهيوي، احنا نسميه زهيوي. القواد والمخنثين مثل الصرصور. صرصور شنو ديته لما تدخل حمام؟ هوب بالشبشب. وين والله يا ريت عندي نعاله الحين كنت رويتكم اياه حط على. اخواني الكرام والله ارجوكم، يعني انا الموضوع طويل، هاي المواضيع انا طويل فيها. اخوي فضيلة الشيخ وتاج راسي عثمان الخميس، استمر وكلامك صح، وانا ايدك في كلامك. وهذه الفطرة ان النساء ما يطلعون، حتى لو كانت كاشفة وجهها في الشارع، لكن ما تحط صورتها، مو تكون عرضة لملايين البشر يشوفونها. ولا تلتفتوا للقوى. حرية الرأي، سبحان الله، والله العلمانيين والملاحدة العرب هالدجالين كل شيء عندهم حرية، إلا لما نتكلم في الدين ينقلبون. سبحان الله، الخنزرة تطلع، الجودنة المخنثة تطلع منهم، وحقيقتهم تبان، حقدهم الشديد على الإسلام. حذاري تطاول على واحد من أولياء الله وعلى المشايخ، والله ما عندكم والله ما لكم إلا الجزمة عندي. ولو فيكم رجال وكفوا
تعالوا تكلموا معي. تفي عليكم يا كلاب، تفي عليكم، أنا دوانكم يا كلاب، قاتلكم الله.